كان الصوت الأعلى ضد فساد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، حتى أنه عذبه وهو من الصحابة. بس تعال البلوى من تحكي يقول لك هات تسبون الصحابة. كان يعلم أن سبه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه سيثير ردود فعل غاضبة، لكن ذلك لم يردعه ولا غرابة، فهو يقدم برنامجه من قناة توصف بأنها ذات توجه طائفي، فهي تابعة لقيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، وهو كان المحرض قبل أيام على برنامج تبثه قناة عراقية أخرى بحجة إساءته لرموز دينية شيعية. احنا يرادنا إعلام شيعي حقيقي شجاع ما يخاف من أي واحد. في ردود الفعل وصف المجمع الفقهي العراقي طعن مقدم البرنامج بالخليفة عثمان بن عفان بأنه إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وتأجيج للفتنة، مطالبا بتشريع قانون يجرم سب الرموز الدينية حفاظا على السلم الأهلي. هيئة الإعلام والاتصالات العراقية كانت هدفا لردود فعل غاضبة أخرى قبل أن تتدارك الأمر وتبلغ القناة بضرورة إيقاف البرنامج، خصوصا وأن الهيئة أوقفت قبل أيام برنامجا تلفزيونيا كوميديا قالت إنه تضمن عبارات تنتهك الآداب العامة بعد تعريضه بإحدى الشخصيات الشيعية. ائتلاف القوى العراقية وتحالف العربية دانا تطاول مقدم البرنامج على الخليفة عثمان بن عفان واستخدامه ما وصفاها ألفاظا نابية استفزت مشاعر المسلمين وأثارت غضبهم، وطالبا هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص بإيقاف بث البرنامج ومقاضاة مقدمه بسبب تحريضه على الطائفية وإثارته مشاعر الحقد والكراهية بين العراقيين خاصة والمسلمين عامة. يرى مراقبون أن الخطاب الطائفي في القنوات العراقية هو أحد تجليات هيمنة الأحزاب الطائفية على المشهد السياسي في عراق ما بعد الغزو الأمريكي، وأنه أيضا أحد أدواتها في استقطاب الجماهير في ظل غياب مشروع وطني جامع للعراقيين.